أهلا بكم. النهاردة بنبص على فكرة مثيرة شوية بيطرحها المهندس عبد الرحمن حسنين. هو متخصص في الذكاء الاصطناعي والأتمتة. بيتكلم عن حاجة اسمها الموظف الذكي أو البوت. المصادر اللي معانا بتقدمه كأنه حل ممكن يشتغل 24 ساعة بدون توقف. تمام. الفكرة الأساسية اللي هنتكلم فيها النهاردة هي إزاي البوت ده، زي ما بيقول حسنين، ممكن يغنيك عن مجهود بشري كبير أو حتى عن تعيين ناس جديدة. والأهم كمان، المادة اللي بنشوفها بتقول إن البوت ده ممكن يكون أقوى موظف عندك. طيب، خلينا نفكك الحتة دي شوية. إيه اللي يخليه الأقوى بص، اللي لافت للنظر هنا هو إنه التركيز مش بس على مم، إنه يوفر وقته ومجهوده خلاص، لأ، التركيز أكتر على جودة الأداء نفسها وإنها تفضل ثابتة. جودة الأداء. بالظبط. المصادر بتتكلم عن الوصول لمستوى خدمة معين والحفاظ عليه باستمرار، ودي يمكن نقطة القوة الأساسية اللي بيقدمها البوت. طيب، نقطة تانية بيركز عليها جامد المهندس حسنين، وهي قدرة البوت دي على الصبر. المصادر بتشرح بالتفصيل إزاي بيتعامل مع العميل اللي ممكن نقول عليه صعب، اللي هو بيسأل كتير أو يكرر كلامه أو حتى يبقى مستفز شوية كده. أيوة، النقطة دي مهمة جدا. الوصف في المصادر دقيق قوي في الحتة دي. البوت بيتعامل من غير أي تأثر عاطفي، مش بيتعب، ما بيزهقش ما بيزهقش. خالص، وما بيردش بعصبية أو بانفعال زي ما ممكن يحصل مع أي بني آدم تحت ضغط. العبارات المستخدمة زي ما بيزهقش، ما بيردش بعصبية، دي بتلخص الفكرة كويس قوي. تمام. وبيكمل الخدمة لحد ما العميل يكون راضي تماما. هو متبرمج إنه يوصل لحل بهدوء، نفس النبرة، نفس الجودة كل مرة، بغض النظر بقى عن العميل ده عمل إيه أو قال إيه. الثبات ده هو اللي بيعتبروه ميزة قوية قوي. الحجة هنا إنه الموظف البشري ممكن أداؤه يتغير، يتأثر بحالته النفسية، بالإرهاق، بطبيعة العميل نفسه. لكن البوت لا، بيقدم ضمان لمستوى احترافية معين في كل مرة. والمهندس حسنين في المادة اللي معانا بيربط ده بنتائج على البيزنس نفسه، مش كده؟ تماما، الربط واضح جدا. التعامل الثابت والمحترف ده حتى مع أصعب العملاء وفي الظروف الصعبة في الآخر بيعمل تجربة عميل إيجابية وموحبة. امم المصادر بتقول إن ده بيحسن سمعة البيزنس مباشرة، بيعلي التقييمات وبيخلي العملاء ترجع تاني. الفكرة إنك ممكن تحول موقف كان ممكن يبقى سلبي قوي لتجربة خدمة عادية أو حتى كويسة بس بسبب ثبات الأداء ده. منطقي. نقدر نقول إن المصادر بتصور البوت ده كأنه واجهة ثابتة للشركة أو للبراند، شغال بنفس الكفاءة والأسلوب طول الوقت، من أول لحظة لآخر رسالة مع العميل زي ما بيقولوا. بالظبط كده. طب، هل في جوانب تانية المهندس حسنين بيركز عليها غير الصبر والاحترافية الثابتة دي؟ جدا من الاستفسارات في نفس الوقت. السكيلابيليتي. أيوة، من غير ما مستوى الأداء يقل. وده غير طبعاً إنه متاح فوراً في أي وقت العميل يحتاجه، ليل نهار. والنقطة دي مهمة برضو، لأنها بتعني حسب الطرح ده إن الموظفين البشريين ممكن يتفرجوا بقى للمهام اللي محتاجة فعلاً تفكير إبداعي تمام. أو تعاطف أو حل مشاكل مش متوقعة، بدل ما يضيعوا وقتهم في الرد على أسئلة متكررة أو التعامل مع حالات غضب معروفة. فالبوت هنا مش مجرد بديل، لأ، ده ممكن يكون أداة لإعادة توزيع الشغل وتحسين كفاءة الفريق كله. تمام قوي. طيب، لو حبينا نلخص أهم حاجة في كلام المهندس حسنين ده بناء على المصادر، نقدر نقول إن البوت بيتقدم كأداة خدمة عملاء فعالة جدا. قوتها الأساسية في ثبات الأداء، الصبر اللي ملوش حدود ده، والقدرة على الشغل 24/7، وخصوصا في المواقف اللي بتضغط قوي على الموظف البشري. فعلا. وده بيفتح لنا سياق مهم ممكن نفكر فيه بعدين. لو النوع ده من الخدمة الآلية اللي هي فائقة الصبر والاحترافية دي بقت هي العادي، هي السائدة، هل ده ممكن يغير توقعات العملاء نفسهم؟ يعني إيه أصلاً خدمة عملاء كويسة؟ سؤال وجيه. ولو البوتات قدرت تتعامل بالكفاءة دي مع التفاعلات اللي بنعتبرها صعبة، ده تأثيره إيه على دور وقيمة الموظف البشري في المستقبل؟ هل دوره هيتغير تماماً؟ يركز على جوانب تانية خالص في تجربة العميل؟ أعتقد ده سؤال مهم بيفرضه التطور اللي بنتكلم فيه ده.